السلام عليكم. اليوم جيت نشارك معاكم هذا المربى اللي كيجي الصراحة عاقد وغير بثلاثة ديال المكونات، وان شاء الله غادي يصدق معاكم كما صدق معايا انا ان شاء الله. مهم صراحة الله كيجي بحال هكا، بحال هذا الشكل كما كتشوفوا في الفيديو. كيجي الصراحة عاقد وشاد راسو بواحد المكون اللي غادي نشاركه معاكم ان شاء الله. غير تبعوا معايا الفيديو حتى للاخير وان شاء الله غادي يصدق معاكم. المهم هنايا كناخد واحد الرابعة ديال المشماش، كنقطعو طريفات هكا، وكندير معاه القشور ديال الحامضه. ضروري ديروا القشور ديال الحامض حيت هو داك الحامض هو اللي كيخليه يكون عاقد. وهنا واحد نص كاس ديال الحامض. تقدروا تنقصوا شويه لا ما كتعجبكمش هذيك الحموضه، ولكن هو راه كيجي هو هذاك الصراحه. هنايا كناخد داك المشماش كنديروه في الطاوه، وكنزيد معاه هذوك القشور ديال الحامض ديال الحامضه وحده، وكنزيد هذاك نص كاس ديال الحامض. وكنزيد السكر. هنايا درت تقريبا نص زلافه ديال السكر، لحقاش انايا درت المشماش قليل كما كتشوفوا. كندير غير شويه ديال السكر، نص زلافه تقريبا. المهم فايته نص زلافه شويه. المهم كنخلط هادشي مزيان هكا، كنخلط داك السكر وداك. المهم ما كنديرش الماء، عندك وديروا الماء يعني. هذا المشماش ما كيحتاجش الماء حيت هو اصلا كيطلق الماء. وكنخليه يبات ليله كامله كنسد عليه في هذيك الكوكوط، وكنخليه يبات في الثلاجه ليله كامله. المهم هنايا في الصباح، ها هو صباح ليا، شوفوا كيطلق هذاك الماء، يعني راه ما درت فيه لا ما لا والو، راه هذاك الماء ديالو. صافي هنايا كنسد عليه وكندير البوطه قليله، كنقللها وكنسد عليه وكندير الصفاره وكنخليه. من كتصفر الصفاره كنحسب 5 دقائق فقط، وكنفتح عليه. هنايا راني فتحت عليه وكنخليه يغلى شي شويه على ما كينشف هذاك الماء اللي فيه. واحد الملاحظه انه راه هو اصلا كيصبح طايب بهذاك الليمون ودوك القشور ديال الليمون اللي كتبيتو فيه، راه كيصبح طايب. يعني نتوما كديروا غير باش كتنقصوا من الماء وصافي. هنايا خديت واحد القنينه من بعد ما عقمتها ومسحتها مزيان، كتكون ناشفه، وكندير فيها هذاك المربى الصراحه اللي كيعطي واحد الكميه ما شاء الله.